الخبر اللي جاي بتاع الولد المهاجم الفرنسي، انا ما اعرفش تمخض الاسد وانجب اسدا ولا انجب فأرا، مش عارف. يعني في مثل يقول لك تمخض الاسد وانجب فأرا. يا نهار اسد بيجيب فار، حصلت. تبقى انت متخيل ان الاسد هيجيب اسد زيه وفجاه تلاقي حاجه صغننه، وفي اسد بيجيب اسد. هنشوف، لانه الفيدباك عن صفقه الاهلي اللي حصلت مع انتوني موديست، اللي هو الراجل المهاجم الفرنسي اللي جاي من المانيا عنده 35 سنه، الناس قلقانه ما بين معارض الصفقه دي وما بين موافق على الصفقه دي. اللي قلقان ومعارض بيقول لك اولا سنه كبير، ثانيا مش ملفت للانظار، ثالثا لعب في بروسيا دورتموند، لكن كان اضطرار لبروسيا لانه اللعيب بتاعه اتصاب في اخر دقيقه، فكانوا عايزين يلاقوا حل سريع فجابوه كمل الموسم بالعافيه ومشي. الناس تقول لك اصل هو لعب 28 مباراه مع بروسيا، صحيح شارك في دقائق معينه منهم، يعني 28 مباراه ما شاركش فيهم كلهم، يعني بيشارك في دقائق كده محدوده، 1100 دقيقه ولا 1200 دقيقه ما اعرفش. ما جابش غير جولين وصنع جول، في دي ارقام في الاخر يعني على المستوى الاخير بتاع اخر موسم ضعيفه، يعني ما فيش ارقام اصلا. لما تبقى اقول جولين ويبقى جايبهم وصانع جول، دي ارقام ضعيفه بالنسبه للمشاركه في 28 مباراه. كمان بيتقال لك ان هو ما لعبش في منتخب فرنسا الا في الناشئين والشباب بس، لعب في انديه فرنسيه بس مش انديه واو، يعني مش في انديه من الانديه الكبيره العملاقه في فرنسا. لعب في دوري درجه ثانيه في المانيا، لعب في الصين، لكن في الاخر يعني لعب في فرنسا سانت تيان، لعب في نيس، لعب في انجي، كل دي انديه من الانديه اللي هناك، ولكن في الاخر ما كانش من المهاجمين المعروفين على مستوى كره القدم الفرنسيه. لعب 175 دقيقه الموسم اللي فات في 28 مباراه، مباراه فيها 90 دقيقه، يعني معناها لعب تلت ساعه في ربع في نص كده يعني. لكن في الاخر والناس التانيه المتفائله بتقول لك هجام قوي ماشي، يعني في ناس بتحاول تظهر وهو جاي عشان يحل حل مؤقت لغايه ما الاهلي يحل الحل الدائم، انه على الاقل الراجل ده يجي موسم والموسم الثاني مربوط بالاولاني، ان الاهلي عامل تعاقد في حاله جبت عدد معين من الاهداف، شاركت في عدد معين من المباريات، ساهمت في عدد معين من الاهداف، يبقى انت التجديد يتم تلقائي للموسم الثاني. ان ما قدرتش تعمل كده، ايه يا ضربه دخلك شر، بعد سنه تتكل على الله، واحنا ايه نتكل على الله. فالناس الصدمه كمان في السن، والصدمه كمان في كل الكلام الكتير اللي الاهلي اتكلموا عن المهاجم بتاعه بقالنا سنتين، المهاجم المنتظر المهاجم المنتظر المهاجم المنتظر المهاجم المنتظر، ثم الناس اتفاجئت بانتوني موديست والسن بتاعه. لكن خلينا دايما احكامنا مربوطه بالواقع.